النهارده انا مش طالع اكلمكم زي برنامج في اس اللي اتعودتوا عليه، لا انا طالع اكلمكم النهارده كأي مشجع مصري في الشارع، رافعين ايدينا للسماء ومستنيين المنتخب بتاعنا يرفع راسنا في بطولة الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب. النهارده حابين نقارن منتخب الساجدين اللي كسب إيطاليا واتهزم بالعافية من البرازيل، المنتخب اللي كنا ضامنين لما بيدخل أي بطولة إنه هيأدي أداء عالي جدا جدا جدا، نقارن بين المنتخب التاني اللي استلم الراية منه رغم وجود محترفين كتير جدا فيه، إلا أنه لم يحقق أي شيء تماما في أي بطولة. هنتكلم النهاردة عن منتخب الساجدين ومنتخب محمد صلاح. هنبدأ الأول بجيل 2006، بس لازم كل قصة نرجع لبدايتها، والبداية عندنا هي أفريقيا سنة 2004، واللي كان في المنتخب نجوم ساعتها بحجم حازم إمام وأحمد حسام ميدو، وكانوا لسه شباب وقتها، وكلهم تحت قيادة المدرب المصري محسن صالح، واللي وعد وقتها إنه هيجيب البطولة لمصر من قلب تونس، لكن للأسف ما وصلناش حتى لدور ال16، طلعنا من دور المجموعة. وطبعا انت عارف اللي بيحصل بعدها، بيتم إقالة المدرب المصري ونستورد مدرب أجنبي من بره، والمرة دي بقى راحوا على إيطاليا، جابوا مدرب اسمه تارديلي عشان يحاول يصعد بينا كاس العالم 2006 اللي بدأ التصفية. لعب 5 ماتشات ضيع فيهم 8 نقط من اصل 15. ويكفي اقول لك بقى ان اخر ماتش اتهزم من ليبيا، وادى ده في الاخر ان حسام حسن اللي هو طبعا المدرب دلوقتي انه يعتزل دوليا، وكان من اهم لعيبه مصر. فطبعا الاتحاد المصري شاف ان الحل انه يقيله ويجيب مدرب مصري، وانت فهمت بقى، مره اجنبي مره مصري. وكان ساعتها داخل عليه بطوله افريقيا 2006 على ارض المحروسه. وبالنسبه بقى لكاس العالم اللي فات ده فعوضنا على الله ونعوض في اللي جاي. وهنا بقى بدات الرحله للبحث عن مدرب مصري، وما كانش فيه بقى في الوقت ده احسن من المعلم حسن شحاتة. والراجل ده سنة 2004 كان عامل انجاز تاريخي يا اخوانا، كان كاسب الكاس من الاهلي والسوبر من الزمالك، وهو كان بيدرب نادي المقاولين من الدرجة الثانية، ولا طبعا معاه لعيبة باسامي كبيرة ولا ارقام فلكية. واللي كان بقى بيدرب الاهلي ساعتها كان مدرب بحجم مستر مانويل جوزيه. ده غير بقى ان كابتن حسن شحاتة كان له تاريخ كويس جدا مع منتخب الشباب. فقال لك حلو ده يقضي الغرض لغايه لما نشوف اي مدرب اجنبي يكون كويس. والله المعلم حسن شحاتة كان بيتعامل معامله مرحله انتقاليه. انت بتتكلم جد؟ المهم تولى كابتن حسن شحاتة تدريب المنتخب، وكان من الواضح من البدايه انه مش جاي ياكل عيش وخلاص، وعمل اختيارات جريئه هزت الاعلام المصري كله وقتها. ساعتها ما اهتمش انه يضم لعيبه محترفه او اسماء كبيره اللي من الاهلي والزمالك بس كده، بالعكس اهتم بجوده اللعيبه. ويكفي اقول لك ان منتخبات افريقيا حواليه كان اقل منتخب عنده بال6-7 لعيبه محترفين عالميا، فاستبعد المعلم حسن شحاتة لعيبه كبار باسماء حازم امام واحمد بلال، وجاب لعيبه تانية صغيره ملهمش اي اسم، بس شاف ان هم مفيدين لخطه لعبه وهيفيدوا الفريق اللي هو بادئ ينشئ. عندك مثلا احمد عيد عبد الملك جابه من نادي حرس الحدود، ده غير طبعا التجربه بتاعته الشهيره لما استعان باللعيب محمد ناجي جده اللي جابه من فريق السبيرتو او الاتحاد السكندري، واستعان فيه ببطوله 2010. ودي السياسه اللي انتهجها المعلم حسن شحاتة، ان طول ما مستواك عالي ومركز في فريقك ومركز في لعبك هيبقى مكانك مضمون معاه في المنتخب. وبعد ما خلص اختيار لعيبته قرر انه يلعب بيهم ماتشات وديه، وطبعا كمل في تصفيات كاس العالم اللي كان طبعا يعني وضعنا فيه اكيد ان احنا مش هنتاهل. اول ماتش ليه كسب اوغندا ولعب كوريا الجنوبيه، وطبعا كوريا الجنوبيه ساعتها كانت اخده المركز الرابع في كاس العالم سنه 2002 وكسبها برضه. ما اكتفاش بكده، ده لعب بلجيكا وكسبها، ولعب السعوديه وكسبها على ارضها، وده الوحيد اللي ضمن ماتش السعوديه. هنا بقى الناس اتقسمت، ناس تفائلت بيه خير قوي وقالت ان في ظاهره بدات تظهر في المنتخب وبدات الثقه تزيد في المنتخب. على فكره يا باشا انا كده متفائل قوي. وناس تانية قالت لا دي بدايه عاديه، وكده كده دي ماتشات وديه، هنشوفه بقى في الماتشات الرسميه هيعمل ايه. وبعدين بقى نرجع لتصفيات كاس العالم، كسب ليبيا
وبعديها السودان. لكن للاسف طبعا هو كان مكمل المشوار مش بادئ، وكنا خسرانين ماتشات كتير قبلها، وفي اخر ماتش خسرنا من ساحل العاج، وطبعا ودعنا التاهل لكاس العالم. فالمعلم بقى قال لك يعني ولا اي حاجه، محدش يحط في دماغه، خلينا نركز في افريقيا اللي هتلعب على ارضنا كمان كام شهر. حسن شحاته بقى في معسكره كان يعني التزام بمعنى الكلمه، لا في صحفيين ولا فنانين ولا في اي لاعب يطلع بتصريح هنا او هناك او حتى يستأذن ويخرج بره المعسكر. معسكر مغلق كأنه معسكر حربي بالظبط، والكلمة الأولى والأخيرة ليه هو فقط، لا لاعب نجم ولا نجم في نادي له أي رأي أو أي قرار داخل هذا المعسكر. وطبعا كله فاكر كابتن ميدو لما اعترض على تبديله مع النجم عمرو زكي، وطبعا المشهد المشهور اللي ناس كتير يعني داست عليه كوميديا وتريقه والى اخره، بس ده يوضح قد ايه كان كابتن حسن شحاته ما بيبصش لبريق اللاعب او نجوميته، هو بيشوف اداؤه على الملعب، الفريق محتاج مين ينزله والفريق مش محتاج مين يطلعه، ايا كانت نجوميته، ايا كان مركزه، ايا كانت قوته. ولو نفتكر حتى في اللقطه دي ان ربنا والقدر نصف كابتن حسن شحاته لما طلع ميدو ودخل عمرو زكي جاب الجون بالهيد في اول لمسه ليه لكره القدم في الملعب في الماتش. وطبعا بقى لو جينا نتكلم على اللعيبه اللي كانت فعلا الفرقه محتاجاها، كان اساسي معانا في الفرقه زي طبعا محمد زيدان. وطبعا محمد زيدان ده لو ناس كتير ما شفتوش هو بيلعب كوره في الملعب، فهو من احسن وامهر اللعيبه تقريبا اللي جت في تاريخ مصر كله، مهاره غير عاديه، باصات، ذكاء، فن، كانك بتتفرج على لعيب برازيلي في فريق مصر. الا ان محمد زيدان كان ساعتها محترف في المانيا، وكان بيفكر جديا ان هو دايما ما بيجيش المعسكرات بتاعه المنتخب اهتماما منه في احترافه بره. الا ان كابتن حسن شحاته وقف له وقال له يا احترافك بره يا تحضر معسكراتك هنا زيك زي اي لاعب. كابتن حسن شحاته في اللقطه دي بيثبت لنا انه ما بيتمسكش باي لاعب طالما مش يلتزم معاه. فطبعا كل الاجراءات اللي قام بيها كابتن حسن شحاته عملت مناخ مستقر جدا جوه المنتخب، مستقر ثابت. وطبعا مش هكلمك على الانجازات والبطولات، لدرجه من كتر الالتزام محدش في الفريق اتفرج على الملعب. وفي الماتش احنا بنتكلم طبعا على بطوله 2006 مفيش اي اهتزاز في الفريق، رغم ان كانت المجموعه بتاعتنا صعبه جدا جدا جدا. يعني كان معانا ليبيا وساحل العاج المغرب اللي كانت دايما عقبه في تاريخ الكره المصريه تقريبا. منتخب المغرب بيظهر في اي حته بنعرف ان الماتش ده متشال مننا كده فشل، انا ما حدش كسر عين. واللي زود الطينه بله ان اخر ماتش لعبناه قبل البطوله دي كان ماتش ودي، كان مع جنوب افريقيا وكنا خسرانين فيه برضه، لكن قدرت مصر تصعد من دور المجموعات. ما كانتش ظروف المنتخب هي اللي صعبه، بس كانت الظروف المحيطه بالمنتخب. كان ساعتها غرق عبارة السلام وموت كثير من المصريين والحجاج اللي أثر كتير ساعتها في الشعب المصري وجمهورية مصر العربية كلها، وكانت أخبار حزينة رحمة الله طبعا على اللي توفوا فيها. فكان الوضع المناخ النفسي للعيبة خارج البطولة صعب جدا، إلا أن كابتن حسن شحاتة قدر إنه يغلق على المنتخب كل النفسية السلبية اللي تأثر على الفريق وخلاه يركز 100% في ماتشاته وبس. ومن هنا ده يؤدي في الآخر إنه قدر يعبر بالمنتخب دور المجموعات بمنتهى السلاسة رغم صعوبة المجموعة. وطبعا بسبب انغلاق المعسكر اللي كان عامله كابتن حسن شحاتة وشعور كل لاعب ان هو لاعب عادي جدا ممكن يتم الاستغناء عنه في اي لحظة وفي اي وقت، فكان كل اللعيبة بتتعامل تقريبا كاخوات جوه غرف اللبس وجوه المعسكر. كابتن محمد ابو تريكة بيصلي تلاقيه بيئم طبعا بالمنتخب كله. كان في روح كده كانت واصلة حتى لينا واحنا بنتفرج على الماتشات، رغم ان انت بتتفرج على الماتش واللعيبة بتلعب وكده، بس انت حاسس ان اللعيبة دي كأنهم فريق واحد مش فريق منتخب، مش كل واحد طالع من فرقته النادي بتاعه وراح يلعب في المنتخب. احنا حسينا العكس، ان هو المنتخب هو الفريق وكل واحد بيسيب المنتخب ويروح على النادي بتاعه. وهو ده البصمة قوية جدا اللي حطها كابتن حسن شحاتة في المنتخب المصري خاصة في هذه الفترة، اللي أدى في الآخر إنه يكون علامة فارقة في كرة القدم المصرية، مش عايز أقول كمان في كرة القدم الأفريقية، إنه ياخد 3 بطولات ورا بعض. نرجع بقى للبطولة 2006، خلصنا دور المجموعات، قابلنا الكونغو والسنغال وقدرنا نعديهم عادي جدا ونوصل للماتش الفاينل أو النهائي عشان نقابل فريق الكوتيفوار. مش عايز اقول لكم بقى الماتش ده الاستاد كان عامل ازاي ساعتها، الناس كانت الروح الايجابيه بتاعتها في السماء، وخلاص احنا على ارضنا والماتش النهائي البطوله دي بتاعتنا. وفعلا اتحقق الحلم المصري على ايد مدرب مصري
كان معتقد كل اللي جابه ان هو مرحله انتقاليه وخلاص، الا انه بيحط بصمته وبيخلي حتى شكل الفريق تحب تتفرج عليه. انا عايز اقول لكم ان الكوتيفوار ساعتها ما كانش فريق عادي، ده كان فيه ديديه دروجبا ويايا توريه ولعيبه كلها كانت شايله نوادي عالميه بره. الا ان المنتخب المصري بيقابل الكوتيفوار في النهائي وبنكسبهم ركلات جزاء. كل المصريين يعني انا طبعا يعني عارف متاكد ان كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي اكيد شاف الماتش وفرح فيه. مش عايز اقول لكم كانت فرحه عارمه ان احنا قدرنا نكسب فريق الكوتيفوار اللي هو كان من الصعب جدا ان انت تتعادل معاه اصلا. طبعا انا مش هتكلم على 2006، عندنا 2008 وعندنا 2010 كلها نجاحات لكابتن حسن شحاته اللي قدر فعلا يخلي المصريين مش بس يتفرجوا على الماتش عشان هو منتخب بلدهم، لا كانوا بيتفرجوا على الماتش عشان يستمتعوا بالكوره، يشوفوا الفرقه دي بتلعب ازاي، الفرقه دي اللي قدرت تكسب ايطاليا وقدرت تخسر من البرازيل بمعجزه من للبرازيل 4-3. الفرقه دي حققت احلام وطموحات خلت الشعب المصري كله طموحاته في الكوره عاليه جدا جدا جدا. وبرضو عايز اقول نقطه مهمه جدا، ان ده خلى في مهمه صعبه على الفريق اللي هيستلم الرايه من بعد هذا الجيل ده اللي اتسمى منتخب الساجدين. خلصنا بقى منتخب حسن شحاته او منتخب الساجدين، نروح بقى للمنتخب اللي استلم الرايه بعد منتخب الساجدين اللي بيلقب باسم منتخب محمد صلاح ورفاقه. وطبعا عشان نتكلم عن المنتخب ده لازم نرجع لورا لسنه 2011 وثوره يناير. ثوره يناير اللي اثرت اكيد على الكره المحليه او الكره المصريه، خاصه بعد ماتش الاهلي والمصري البورسعيدي بعد وفاة 72 مشجع أهلاوي في استاد بورسعيد. طبعا لحظة مأساوية رحمة الله طبعا عليهم، وده طبعا أثر على الكرة بشكل عام لعدم وجود الجماهير، وتم وقف الجماهير وتم وقف الكرة أصلا ساعتها، وكان ساعتها الوضع صعب جدا. فبالتالي طبعا المنتخب اللي هيستلم الراية او حتى الكابتن او المدرب اللي هيبدا يشوف المنتخب المصري وهيبدا ينشئه كان هيبقى عليه مهمه تكاد تكون مستحيله، لان مفيش دوري مصري شغال، مفيش لعيبه يقدر يختار منهم، مفيش. وده طبعا اثر على الكوره، فبالتالي ما قدرناش نتاهل للامم الافريقيه بعد ما كنا ابطال للبطوله، احنا اخدينها 3 مرات ورا بعض. تخيلوا ان النسخه اللي بعدها ما قدرناش نتاهل، ما قدرناش اصلا نصعد ان احنا نلعب افريقيا. طبعا كمان نتيجه ان في لعيبه كبيره زي محمد ابو تريكه ومحمد بركات ولاعيبه تقيله جدا كانت شايله المنتخب المصري، اغلبهم ما كانش 100% منهم اعتزلوا الكوره اصلا، لحد بقى ما بدا يتم تاسيس منتخب جديد لمنتخب مصر. لعيبه بقى كمان زي محمد صلاح ومحمد النني بالذات اللي كانوا يعتبروا محترفين. من النوادر جدا ان انت تلاقي لعيب مصري محترف، بل بالعكس بقى ده مش محترف عادي، ده كان محترف بقيمه محمد صلاح، كان بيلعب في روما وكان النني في الارسنال. فانت بتتكلم في نوادي كبيره وفيها لعيبه مصريه وكانت بتلعب تقريبا شبه اساسيه في فرقته. وطبعا بوجود اللعيبه دي بدا تاثيرهم يظهر على المنتخب المصري، وقدرنا نصعد للأمم الأفريقية سنة 2017 في الجابون. والمعجزة بس إن إحنا مش بس صعدنا للبطولة، إحنا وصلنا للنهائي ولعبنا الكاميرون اللي خسرنا فيه من الكاميرون رغم الجون النني الشهير اللي طبعا كلنا نفتكره. اللي عايز أقوله إن حتى في البطولة دي كان ساعتها المصريين بيتفرجوا على المنتخب المصري مش مستمتعين بالكورة ولكن مستمتعين بالفوز بس. يعني كنا بنستنى المنتخب يلعب، كان علينا تحفظات شديدة جدا على طريقة اللعب، طريقة الهجوم، طريقة، إلا إن إحنا كانت سعادتنا كلها إن إحنا بنتابع منتخب مصر أو بنتابع منتخب مصر وهو بيلعب وبيوصل للنهائي. يعني كان حلمنا بس إن إحنا نتأهل، ده إحنا وصلنا للنهائي. فطبعا محدش اتكلم على طريقة اللعب ولا ده عمل إيه ولا ده عمل إيه، لا إحنا اتكلمنا بس واتبسطنا جدا إنه وصل للنهائي. ده كان بالنسبة لنا إنجاز ما بعده إنجاز للكرة المصرية كلها. وكأن المنتخب ده بدل ما يدينا إنجاز واحد إنه يقدر يوصل للنهائي، لا ادانا انجاز تاني كان صعب جدا المنال تحقيقه، كان مستحيل. مش عايز اقول ان احنا نصعد لكاس العالم 2018 في روسيا. طبعا كلنا فاكرين الماتش بتاع الكونغو والجون في اخر ثانيه بتاع محمد صلاح، رغم ان كان المشوار سهل، اننا لازم المنتخب المصري يمسك قلبنا ويشدنا لاخر لحظه. كلنا نتخيل كان كابتن مدحت شلبي انا فاكر وهو بيذيع الماتش كان يعني هيتجلط والجمهور كله هيتجلط، وطبعا ما ننساش موقف محمد صلاح لما خد الكوره وحسسنا ساعتها برجوع الكابتن او الليدر للفريق، ان
هو بيشجع الفريق وبيديله الطاقه الايجابيه ان احنا بنسبه كبيره ممكن ما نصعدش، الا انه بيديهم روح الايجابيه ان احنا هنقاتل لاخر لحظه، وفعلا بيقدر يحقق اللي هو عايزه وبيجيب الجون البنالتي اللي كلنا طبعا فاكرينه. ومفيش مصري فيك يا مصر 120 مليون نسمه ما يفتكرش المشهد بتاع الجون بتاع محمد صلاح. انا فاكر الكابتن مدحت شلبي كان هيجرى له حاجه ساعتها ان ما كانش كل المصريين. فقدر المنتخب ده انه يدينا انجاز وصوله للنهائي في الامم الافريقيه وصعود كاس العالم. ولكن قصاد هذه الفرحه وبعد ما كل المصريين كانوا منتظرين يشوفوا منتخب مصر بعد سنين طويله جدا ما صعدش لكاس العالم، عايزين يشوفوا شكل الفريق وهو بيلعب في كاس العالم، الا انه بيصاب بخيبه امل شديده جدا جدا جدا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. ما عندناش مشكله ان الفريق يكسب او يخسر، احنا عندنا مشكله ان انت تشوف الفريق بلا روح، ما تحسش ان عنده روح او هو مش عايز يلعب او بيلعب بالعافيه. طبعا يعني كانت صدمه شديده جدا جدا للمصريين ان انت بعد ما توصل لكاس العالم ولا كانك رحت اصلا، بل بالعكس في مصريين تمنوا، وانا كنت واحد منهم على فكره، تمنيت ان المنتخب ما كانش يصعد اصلا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. غير مشاكل تانية طبعا لحظه كاس العالم دي، ازمات كتير بدات تظهر كان ساعتها ما سمعناش عنها ابدا بسبب التحفظ الشديد والصرامه الشديده اللي كان بيتعامل بيها كابتن حسن شحاته مع الفريق اللي قبله، الا ان بدات المشاكل تظهر مع الفريق ده، زي مثلا الطياره اللي سافر بيها بتاعت محمد صلاح لما سافر على طياره مكتوب عليها وي، ودي شركه اتصالات، وطبعا محمد صلاح ماضي مع شركه فودافون. كانت مشكله، وكأن اتحاد الكوره حتى ساعتها كان تايه او مش جاهز ان هو يبقى مستعد ان هو يطلع بالفريق بالشكل او بالمنظومه اللي توصله في كاس العالم انه يلعب كويس، او حتى يبقى عنده طريقه شكل معين حتى في السيستم اللي حاطه. طبعا مش عايزين نحكي على ظهور الاعلاميين ودخولهم في الاوتيلات بتاعت اللعيبه وتصويرها داخل الاوتيلات، يعني احنا كنا بنسمع الحياه اليوميه بتاعت كل لاعب جوه الاوضه بتاعته وكانه شبه يومي ان هو يكتب مذكراته او يصورها فيديو. هتقول الكلب ده من كتر ما كان فيه يعني خلل في منظومه المعسكر بتاع المنتخب المصري، نجوم كتير، ومع احترامنا طبعا للنجوم احنا يعني مش بنهاجمهم ولا بنتكلم، لكن النجوم كتير راحوا يتصوروا مع اللعيبه قبل ما يلعبوا الماتش بيومين، ومش عارف مين جايب ابنه يتصور معاه، ناهيك طبعا عن الرحلات اللي طلعت ببلاش بتطلع نجوم. انا حابب بس اختصر او اوضح ازاي كان في اختلال في المنظومه. المنتخب الجديد ما كانش عنده الجاهزيه، مش بتكلم بس على فكره مع المنتخب، انا بتكلم على اتحاد الكوره كله، ما كانش على قد المستوى انه يطلع بفريق زي الفريق المصري انه يصعد بيه لكاس العالم ويكون شكله بهذه العشوائيه وهذا اللغط والحزن بتاع درمان بتاع كاس العالم بتاع منتخب الساجدين. لا ما يجيش جنب ده اي حاجه، رغم ان انت طلعت كاس العالم، الا ان انت طلعت كأسوأ فريق طلع في البطوله كلها. انت خسرت ال3 ماتشات، ادائك كان سيء جدا. طب ده كلام يا جدعان، بس ده كلام يعني. انا متذكر وانا في الاستاد، انا رحت الماتش ده وشفت، حضرت ماتش مصر وروسيا، انا كنت يعني رامي امال ان ماتش روسيا ده معانا 3 نقط في جيبنا، يعني احنا بنتفرج على السنة هننبهر بقى ونغيظ الروس وقلقانين بقى من رد فعل الروس على الارض. الا والله انا اتذكر ان الجمهور المصري كان يعادل الجمهور الروسي اصلا، يعني انا كنت حاسس ان انا عادي في استاد القاهره عادي جدا من كتر المصريين ومن كتر الناس اللي راحوا الماتش. الا ان اداء المنتخب كان ساعتها بصراحه يخليك تبص في الارض، يعني تتفرج على اللعيبه وهي بتلعب، اللعيبه مش عايزه تشوط الكوره حتى. استغفر الله العظيم يا رب، كرهتوني في احلى حاجه بحبها. 3-1 خسرنا من الماتش. انا متذكر ان انا ما كانش عندي نفس حتى ان مش عارف اعمل ايه، نفسي تسدد. انا تعبت منكم، زهقت. انا كنت فعلا اتمنى منتخب مصر ما كانش يصعد سنه 2018 دي ولا كنا شفناها خالص. وطبعا كالعاده عندنا في مصر اللي شال الليله كلها هو كابتن كوبر اللي هو مدير المنتخب. اتحاد الكوره فضل زي ما هو، الناس فضلت زي ما هي، وانا طبعا مش بهاجم اتحاد الكوره والاخر، ولكن الشكل العام كان سيء جدا. كان يجب محاسبه المسؤولين، يعني احنا كنا بنتكلم ان احنا نحاسب المسؤولين ايا كان مين، لكن طبعا اللي شال الليله كلها كان كابتن كوبر. وانا طبعا يعني مش ضد، لان طبعا شكل الفريق واحنا بنلعب كان يعني معروف قوي، كان افيه مشهور قوي ان الفريق ده باصي لصلاح، يعني الفريق كله ورا وصلاح قدام، باصي لصلاح، باصي لصلاح بقى وهو يتصرف، يعني هو بقى مع ربنا يشوف بقى هيعمل ايه. اعتماد الفريق كله على لاعب واحد وهو محمد صلاح، وده طبعا عكس تماما منتخب الساجدين او فرقه المعلم حسن شحاته، ان انت مفيش نجم واحد الفريق معتمد عليه. كان اللاعب الاحتياطي في سنه 2010 كان بينزل احتياطي وكان هداف البطوله. لا والله، يعني ينزل يجيب الجون والماتش اللي بعده يقعد على الدكه عادي. السلام عليكم.
ولما ينزل مش نازل بقى عامل فيها نجم ولا باصص وهيشوط ولا لا، وكان ينزل يجيب جون برضه ويرجع على الدكه تاني. انا الحنان ده كله ولا كان في اي مشاكل، الراجل تمام في سيستم. انت بتتفرج على الماتش بتشوف سيستم. انا مش بحلل كوره على فكره، انا ما بفهمش قوي في الكوره، لكن انا بتكلم ان انت وانت بتتفرج على الماتش بتشوف ان في سيستم ماشي، في حد بيدير ده، بيدير الملعب، بيدير مين يباص لمين، بيدير مين بيلعب، في منظومه كامله انت بتتفرج عليها جوه الملعب. لما تتفرج بقى على فريق كوبر خاصه، يعني كمدير فني كان ساعتها كوبر، انت بتتفرج على فريق حتى دفاعه الفريق كله ورا ومش عارف يدافع رغم قوه اللعيبه. انت معاك لعيبه محترفه زي النني وصلاح، محترفه في نوادي عظيمه جدا ما كناش نحلم ابدا ان في لاعب مصري يلعب فيها، الا انه في الاخر فشل ذريع في كاس العالم. بيشيل المسؤوليه كامله كان كابتن كوبر، وبيجي مكانه كابتن خفير أجيري استعدادا بقى للأمم الأفريقية القادمة عشان يغير من منظومة المنتخب ونشوف بقى شكل جديد. فطبعا المصريين بعد تغيير كوبر بدأت الأمال ترجع تاني، وكله شمر وقال لك بس البطولة عندنا يا باشا، تعالى هات لنا الكاس زي ما احنا اتعودنا عليه. يا رب يا رب من الكل من السلام عليكم بقى. طبعا البطولة في مصر في 2019 أفريقيا، الذكريات كلها بتعود للكابتن حسن شحاتة وفريقه، الناس كلها مستعدة ومتربصة وسعيدة، الحماس عالي، الذكريات عمالة تيجي. البطولة دي بتاعتنا، خاصة إن في لعيبة محترفة كان دايما عايزة تحقق حاجة مع المنتخب بتاعها زي محمد صلاح بالذات، ومنية حياته كان إنه يحقق شيء مع المنتخب، خاصة إن اللي حققه بس كان صعوده لكأس العالم، وده لا يسجل في تاريخه الكروي، لكن هو منتظر جدا إنه ياخد بطولة مع المنتخب. 2019 معانا كابتن جديد، فرقة بشكل جديد، يلا يا باشا. طبعا المشاكل اللي حصلت في كاس العالم اضربها بقى في 2، اضربها في 3 كوارث. بدأت بفضيحة اللاعب عمرو وردة. كانت المشكلة مش بس في فضيحة، لأن احنا كلنا ممكن نغلط وكلنا ممكن نعمل حاجات غلط عادي. كانت مشكلتنا هو الدفاع، إن لعيب بحجم محمد صلاح، وهو طبعا وقت الحرب بتاعت قطاع غزة لم يصرح بشيء ولم يدافع عن الإخوة الفلسطينيين، وده طبعا وصمة عار في تاريخه رغم حبي الشديد ليه واحترامنا الشديد ليه وهو كابتن مصر وإلى آخره. إلا إن زي ما احنا قلنا كده إن الإنسان موقفه كان مخزي جدا في قطاع غزة. كنتش اتوقع منك الجرح ده، خاصة انه لاعب مؤثر ولاعب محبوب، وكان كل العرب منتظرين منه انه يقول كلمة في صالح حق الفلسطينيين والدفاع عما يحدث من إبادة جماعية في قطاع غزة. انت بتتكلم يا ولد؟ إلا بقى إن هو كان بيدافع جدا عن عمرو وردة. انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. كل اللعيبة بتدافع عن عمرو وردة وثابت بقى المنتخب. يعني الشكل العام في الكورة انت مش شايف كورة، انت شايف لعيبه كلها بتصب غضبها على الجمهور، وكأن الجمهور هو اللي تحرش بالبنت مش اللعيب اللي معاهم. الناس الغريبه دي، اللعيبه اي حد يجيب جون يطلع زي طبعا كابتن محمدي راح طالع هش للجماهير وبيقول لهم بس احنا جامدين واحنا تمام. طبعا كان في دور المجموعات ان احنا جامدين والبطوله بتاعتنا، وكأن الجماهير هي السبب في المشكله. وطبعا خلصنا دور المجموعات وطلعنا بقى لدور ال16. معانا منتخب مين؟ منتخب جنوب افريقيا. منتخب جنوب افريقيا كانت في الفتره دي كان منتخب متواضع على فكره، ما كانش منتخب قوي ولا جامد ولا منتخب صعب، وكان احنا دايما كنا بنشوف مين اللي هيصعد في دور ال8. يعني دور ال16 ده بالنسبه لنا احنا ضامنينه كده. الا ان انا اتذكر انا برضو كنت في الماتش ده، ما اعرفش انا حظي وحش ليه، بروح دايما الماتشات اللي بنخسر فيها. مهم يعني شفنا اداء فرقه وكانها مش عايزه تلعب اصلا. يعني انا اعتقد ان لو اختاروا 11 واحد من الجمهور ونزلوا يلعبوا الفريق كان الموضوع هيختلف. انا اتذكر ان احنا بنلعب كوره، انت مش بتتفرجش على كوره، دي رياضه تانية، يعني ممكن نسميها اي حاجه تانية غير الكوره. وضع سيء جدا. انا بقول انا ما بفهمش كوره، بس اللي انا شايفه مش حلو، يعني برضو عشان لو حد فاكر ان انا بدي راي، لا اللي انا شايفه كده كواحد مشاهد عادي وحش. واتذكر ان في الدقيقه 70 تقريبا دخل فينا الجون، وكأن الفريق ولا دخل فيه جون كانه كسبان 6، بيلعب بأريحية، ده بيدي الكرة لده. انا فاكر في الملعب ده انا كنت هتجلط والله. الجماهير وكأن لها ميت يعني ميت لها ميت، هدوء، محدش بيشجع. وبعدين قلنا خلاص نحمس الفريق شويه، جايز ناقصه شويه حماس، ادينا له حماس، الناس صوتها راح، مفيش اي اداء تماما على الارض. وطبعا خرجنا في دور ال16 من فريق ما كانش قوي خالص، يعني ما كانش فريق خطر او انت تحمل هم. حتى بقى الماتش اللي بعده طبعا خسر جنوب افريقيا على طول، وتوجت الجزائر البطوله دي اللي هي بتاعه 2019. نتفاجئ بعد كده الحقيقه بعد ما الشعب المصري بقى خد صدمته من خروجنا من افريقيا والحزن الشديد والى اخره، الا ان شركه شهيره عامله اعلان للفريق، قال يعني لو خسر يطلع يعتذر للجمهور المصري، وكأن الفريق كان عامل حسابه انه يخسر
في بطوله زي دي. يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. طبعا ده الاعلان ده كان متسجل قبل البطوله، فده زاد غضب المصريين اكتر على الفريق ده، لان الفريق ده رفع معنويات المصريين. كان المصريين حاطين امال شديده عليهم، ناس محترفه اغلبهم بره، تريزيجيه، محمد صلاح، النني، مصطفى محمد، كلها نجوم عظيمه جدا وقويه جدا، الا ان هي خذلتهم. مش مشكلتهم بس في المكسب، مشكلتنا في اللعب. الفريق مش عايز يلعب. الله يخرب بيت الكوره على اللي اخترع الكوره. وطبعا بقى اللي حصل، قلنا بس اتحاد الكوره هياخد بقى ستيفن زباك ويرجع الدنيا. مدرب طبعا استقال كالعاده، وكم واحد من اتحاد الكوره استقال، الا ان احنا بدانا نشوفهم تاني عادي. احنا ما بقناش عارفين بقى ده في اتحاد الكوره ولا هو مذيع ولا هو اصلا اتحاد كوره سابق فبيطلع يدي تصريحاته، والدنيا مشيت زي ما هي. واللي دفع الثمن برضه هو مدرب الفريق. مفيش فايده، مفيش فايده. ونيجي بقى للفتره النهائيه، الا وهي المقارنه بين الجيلين. ابوس ايدك، شجع الشباب. على فكرة هو الجيل الحالي هو جيل عظيم، إلا أنه لم يضع بصمته لغاية دلوقتي. والجيل التاني جيل عظيم لأنه وضع بصمته اوريدي. فاحنا هنحط الاتنين جنب بعض ونحاول ندي نصايح للجيل ده، عشان أفريقيا اللي احنا فيها نأمل يا رب يا رب انها تبقى عندنا هنا في مصر ان شاء الله. تحكوش ليه؟ اول حاجة نقدر نستشفها من اللي احنا حكيناه ده كله، ان الفكرة مش مدرب اجنبي ولا مدرب مصري. لازم يبقى في مدرب قدوة للفريق يقدر يظبطه ويشده عشان يقدر يأدي في الملعب، خاصة ان هو بيدرب منتخب. والمنتخب الناس اللي ما تعرفش يعني، اي منتخب هي لعيبه بتتجمع في وقت من السنه، هم مش مع بعض زي النوادي كل يوم تدريب والى اخره، لا دي معسكرات خلال السنه بيتجمعوا مع بعض. فالمدرب اللي بيقدر يفرض سيطرته ويخلي فيه روح تعاون بين الفرقه وكانهم بيلعبوا مع بعض، هو ده المدرب اللي ينفع. لا اجنبي ولا مصري، مش مشكله في الجنسيه. اكيد الكوره ما تعرفش جنسيه، الكوره تعرف القدوه، تعرف الصرامه، تعرف الجديه، تعرف الرجوله. منتخب محمد صلاح ما فيهوش القدوه ولا الشخصيه الحكيمه اللي تقدر تربط الفريق كله مع بعضه. اعتقد محمد صلاح دلوقتي بيحاول يعمل كده، الا ان هم كانوا مفتقدين ده، زي مثلا كابتن ابو تريكه، كابتن احمد حسن، اللعيبه اللي كانت عندها بصمه بعد المدرب. يعني تحس دايما ان في لعيب في ظهر المدرب هو اللي بيقدر يفرض سيطرته على الفريق. الحقيقه احنا مش شايفين ده خالص في فريق محمد صلاح او جيل محمد صلاح. ما بنشوفش اللعيب اللي له بصمه او قادر يلم اللعيبه حواليه. على فكره مش شرط احرف واحد فيهم يبقى هو اللي يعمل كده، يعني ممكن يبقى لعيب محلي، ممكن يبقى لعيب اقلهم مهاره، الا انه عنده روح القياده، عنده روح التعاون، عنده روح اللي يقدر يدي طاقه ايجابيه في الملعب، زي ما بالظبط محمد صلاح قام بيها في ماتش الكونغو كده. يعني في امل عيشه دكتور؟ على فكرة حسن شحاتة ما كانش جوارديولا، يعني حسن شحاتة ما كانش عنده يعني لقطات رهيبة ولمسات سحرية. لا، حسن شحاتة كان قائد عظيم، مدرب كقائد بيدي روح معنوية للعيبة تقدر تطبقها على الأرض. ممكن ما يقولهمش تلعبوا ازاي. احنا تابعنا كابتن حسن شحاتة على فكرة بعد كده لما ساب بقى منتخب مصر ومرن فرق تانية كتير. على فكرة كان دوره مش احسن حاجة في الدنيا، لكن قدر يحط روح الصرامة في الفريق ويلعب بالشكل اللي احنا شفناه ده. على فكرة ده بيفكرني برضو بكابتن مانويل جوزيه مع النادي الاهلي. كابتن مانويل جوزيه برضو مع النادي الاهلي بطولات 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 بطولات. لما ساب الفريق بتاع النادي الاهلي وراح مرن انجولا، على فكرة برضو ما شفناش يعني اللمسات السحرية ولا تاتش المدرب في الفريق. مانويل جوزيه كان عنده سيطرة، وكانت إدارة الأهلي مدياه صلاحيات قدر هو يستخدمها في صالح الفريق، زي ما اتحاد الكورة كان مدي صلاحيات للكابتن حسن شحاتة فقدر يستخدمها في الفريق. أتمنى إن اتحاد الكورة يدي صلاحية جامدة لكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن يعني للجيل اللي ما يعرفوش، كابتن حسام حسن ده كان ألمع نجوم مصر. حسام حسن ده أسطورة. على فكرة كمان لعب في كاس عالم 90 اللي هو الكاس اللي صعدته مصر لتاني مرة في إيطاليا. كان المصريين حاطين عليه أمل كبير جدا في الكاس ده، ولعب حلو على فكرة. كابتن حسام حسن مش بس لعيب مميز، إلا أنه أثبت قوته جدا كمدرب مع منتخب الأردن. عمل شغل جامد جدا مع منتخب الأردن الحقيقة، ووضع بصمته لغاية دلوقتي في المنتخب المصري. نأمل يا رب كابتن حسام. كابتن حسام مش هنوصيك بطولة يا كابتن حسام، نفسنا في بطولة للمنتخب، يعني نفسنا في بصمة للمنتخب. بيس بيس ريس، تمام. اتمنى يا رب يعني ايه شمر كده وندخل البطوله على خير ان شاء الله. انا متفائل باذن الله. ادعوا معانا كده يا رب ان شاء الله كده الدنيا تبقى تمام، ونتابع بقى يعني ربنا يستر.
خلاص زمن خلاص انتهى. اللهم انصرنا. آمين. اللهم قوي من عزيمتنا. آمين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي وهبنا مرتدة. آمين. اللهم ابعد عنا الإصابات.